ان شاء الله تكونوا ملاح، ان شاء الله تكونوا جوزوا اين اغرياب جورني، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. عندي بزاف هضرت قدام الكاميرا نسيت اصلا كيفاش نهضر. ان شاء الله راكم ملاح. عند لا فيديو تاع اليوم حندير يعني قصه تاع اي مجوهرات ولا لي زاكسيسوار تراديسيونيل اللي تلبسهم المرأة الجزائرية. يعني خفت بالك يلحق وقت انه الانسان يسقسي يماه ولا يسقسي باباه هذا الحاجه من وين جات وما نلقاوش اجابه ولا الناس ما تعرفش تجاوب. اوكي، الحاجه الاولى هي خيط الروح. خيط الروح هي اكسسوار تراديسيونيل بصح جاب لي ربي يلبسوه في كامل الولايات. لقيت بزاف يعني مع الشده ولا مع البلوزه، لقيت بزاف لابسينه. يعني ممكن كان من الولايات تلبسو لكن الاصل تاعو يجي من العاصمه. تبدا قصه خيط الروح انه واحدة تزوجت ونهار عرسها راجلها جاب لها سلسلة، لكن هذيك السلسلة يعني كانت صغيرة ما قدرت اصلا تدخلها في رقبتها، يعني ما كاش كيفاش ديرها. يمها عيطت بلاكسو الجغواز وقالت بوه هذا جاب لها خيط الروح. بقات هذه الجمله تاع خيط الروح وجا باباها كان انسان حكيم. باباها نحل هذيك السلسله من رقبتها اللي ما قدرتش تلبسها ودارها لها في راسها. من هذاك النهار بقات خيط الروح يندار في الراس. ولقيت ثان حوست يعني لقيت باللي خيط الروح كاين زوج انواع تاع خيط الروح. كان تاع المراه كي تكون سيليباتير يكون فيه دمعه واحده، يعني تجي دمعه هنا كي تلبس تجي دمعه واحده، والمراه اللي تكون متزوجه يكون فيه 3 دمعات. الدوزيام هو كرافاش بولحية. اولا كرافاش يعني سمي كرافاش بيسك يكون الحبل تاعو ولا السلسله ديالو تكون غليظه، وبولحية بيسك تخرج منه شو قطع تاع ذهب تجي تدلى. كرافاش بولحية عندنا زوج روايات شائعه عليه كيفاش حتى خرجت. الروايه الاولى اللي هي شائعه انه البحاره في القرن 14 القرن 14 ميلادي كي كانت الجزائر حكمتها الدولة الزيانية، كان البحارة كي يركبوا السفن يخدموا السلاسل على شكل كرافاش بولحية، يخدموها بالحبل باش يمدوها هدية لزوجاتهم قبل ما يركبوا في السفن. الرواية دوزيام وش تقول انه بعد سقوط الاندلس وبعد ما هرب اليهود حتى دوك تشوفوا في الحلي الامازيغي ثان يعني نفس الرواية، وهي اليهود اللي هربوا من الاندلس. مرمى ملكة إسبانيا طردت اليهود والمسلمين اللي ما حبوش يعتنقوا الديانة المسيحية. جاو اليهود واستقروا في الجزائر في عهد المملكة الزيانية. في عهد الدولة الزيانية يعني استقروا اليهود في الجزائر وكانوا معروفين بالصياغة، حتى أنهم الصياغة ولا الصاغة كان عندهم يعني حي في الجزائر العاصمة واسمه الصاغة خصيصا لليهود، بس غير جاو أقل من ثم في الجزائر وبداو يخدموا في الذهب والفضة. مرة تلاقت الجالية اليهودية مع أميرة زيانية مدوا لها سلسلة وهي كانت عبارة عن كرافاش بولحية. يعني من هذاك الوقت هما يعطوا كرافاش بولحية ولا يلبسوه بزاف في الجزائر. الحلي الطروازيم هو الحلي الامازيغي. الحلي الامازيغي بدات عنده نفس الروايه انه مرمى اليهود والمسلمين اللي فروا من الاندلس للدوله الزيانيه في الجزائر استقر هذا السياح اكثر، استقروا في مدينه بجايه. ولايه بجايه علموا اليهود، علموا السكان الاصليين تاع بجايه، علموهم الحرفه تاع صناعه الفضه والذهب. في هذاك الوقت ما كانش كاين بزاف الذهب وما كانش بزاف المرجان وما كانش بزاف الذهب الفضه، تسمى كانت اي قطعه كان عندها رمز. المهم مرمى الجاليه اليهوديه استقرت ببجايه، علموهم صناعه الفضه الاساور الفضيه والحلي الفضي. يقولوا مع الزمن هذوك الناس اللي كانوا في بجايه راحوا انتقلوا لاثيني اللي ولات الان معروفه بالمجوهرات اللي يخدموهم. قلت لكم علي كان ما كاش كاين بزاف الفضه والمواد الاوليه والمرجان، كان لكل اسواره ولا لكل عفسه رمز ديالها. كما الاسواره الثقيله كانوا يمدوها للعموم والخوال او الجد للطفله اليتيمه باش يبينوا لها باللي راهم معاها وما راهمش حيسمحوا فيها، ولا الراجل اللي يمدها لمرته كي تكون عاقر معناتها ماهوش حيسمح فيها باسكو ما تجيبش الدراري، ولا الكنه كي تجيب الطفل الاول ولا يعني الحفيد البكر.
اما الامشلوخ فمع الوقت تطور ولات زينه، لكن في البدايه تاعو ما كانش زينه، كان عباره عن سلاح، باسكو المراه التقليديه القبائليه كانت تجوز وقتها اغلب وقتها في الحقول يعني الزيتونونه. الحلي الاخير هو الخلخال. قبل في الحلي الامازيغي كان كاين الخلخال، لكن يقول انه الخلخال عند الامازيغ يلبسوه غير مرأة متزوجه، يعني تلبسوه غير العروسه، ما تلبسوش اي وحده معزومه للعرس. الخلخال الجزائري، الخلخال الجزائري هو مخدوم من الفضه الخالصه ولا من الذهب الخالص. بعض المؤرخين يقولك بلي الاصل ديالو يولي الحضاره الفرعونيه. يكون هذا الخلخال عبارة عن دائرتين، يكون ثقال ومشي الخلخال اللي كاين دوكا، يعني ماشي رقيق، يكون ثقيل مخدوم من الفضة ولا الذهب الخالص، وينتهي هكا رأس شغل رأس أفعال. لذلك يقولك يعود للحضارة الفرعونية. حاليا ما راهوش كاين بزاف بهذاك الثقل اللي كان فيه بكري، باسكو الذهب والفضه ولاو غاليين على اللي هذه. يلا فيديو تاع اليوم ان شاء الله تكون عجبتكم. اذا حبيتوا نزيد ندير ديزاكسيسوار واحد اخرين ونحوس عليهم، ان على بروشين.